عاجل وبالفيديو، المحكمة تصدر حكمها النهائي في حق المتهم سعيد الناصيري وسط صدمة كل المغاربة ولن تصدق ما جاء في الحكم. اهتز وزلزل كل المغاربة قبل قليل بالحكم النهائي والقاسي الذي أصدرته المحكمة في قضية رئيس الوداد سعيد الناصيري بعد اعتقاله بتهمة الإتجار بالمخدرات، وإليكم التفاصيل الكاملة وما جاء في الحكم. وكانت قد أعلنت السلطات المغربية صباح يوم الجمعة الماضي إلقاء القبض على سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى أشخاص آخرين بنفس التهم والتي تتعلق بالإتجار الدولي بالمخدرات والرشوة والتزوير والمساعدة في خروج أشخاص من التراب الوطني، وكذلك المساعدة في تسلم المخدرات ونقلها وتصديرها. وجرى اعتقال 23 شخصا على الأقل في هذا الملف. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة الحكم النهائي في هذه القضية، خرجت مجموعة من المنابر الإعلامية الغير رسمية قبل قليل بأخبار عاجلة مفادها أن قاضي محكمة الجنايات بالدار البيضاء أصدر أحكاما قاسية في حق المعتقلين، حيث وحسب نفس المصادر فإنها قالت أن إصدار حكم الإعدام في حق المتهم الرئيسي سعيد الناصيري والمؤبد في حق البعض منهم، والبعض الآخر حكم عليه ب20 سنة، حيث شكل الحكم الصادر في حق سعيد الناصيري صدمة كبيرة للمغاربة خصوصا لمحبيه. ونحن الآن في انتظار تأكيد صحة هذه الأخبار بشكل رسمي من طرف جهات رسمية إن شاء الله.